فطرتي النهارده زي حالاتي وصحيتي من النوم ما لقيتيش عندك عيش، تعالي وفي 5 دقايق هقول لك عملنا العيش ازاي وبكل سهوله. وزي ما انت شايفه احلى عيش بالشكل اللي انت شايفاه ده، خطير، عيش يجنن. شايفه العيش وحلاوته، شايفه العيش وجماله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. اول حاجه كوبايه من الدقيق وكوبايه من الميه، نفس الكوبايه اللي هعير بيها كوبايه من الميه هنزل بيها بكوبايه من الدقيق ورشه من الملح. حطي كل الكلام ده وفي الخلاط واخفقيه. خفقته كويس في الخلاط، تعالي بقى هاتي اي حاجه وصفيه. تعالي بقى هاتي اي طاسه معاكي منعه للصق هنعمل فيها. هاتي بقى طاسه كده منع للصق معاكي وحطي على المنديل نقطه من الزيت وادهني كده بالمنديل الطاسه، وانزلي بقى بخليط العيش اللي احنا عملناه، وابداي باي حاجه كده شايفه بمعلقه بسويها كده ايه العجينه لبره. تمام. وخلاص بقى سيبيها كده على نار وسط. اول حاجه كنت طبعا معليه لحد الطاسه ما سخنت، وبعد كده سبت بقى النار وسط وهاديه. تمام، يعني شويه وسط وشويه هاديه على حسب ما انتي البوتاجاز بتاعك عنده النار عامله ايه. وشوفي كده اول ما العجينه تتغير من فوق تستوي اقوم قلباها، وافضلي بقى اقلبي الوش بتاع العجينه لفوق ولتحت كل شويه. تفضلي تقلبي الرغيف بتاعك بتاع العيش كل شويه، تقلبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت. وبفضل ادوس على الاحرف كده علشان بتلاقيه بيبدا ان هو ينتفخ، رغم ان احنا لا حاطين لا خميره ولا بيكنج باودر. بجد حلو جدا. هقرب لك الكاميرا وبصي ازاي بينتفخ، جميل حلو جدا جدا. بكمل كل الكميه بتاعت العيش بالطريقه دي. انا عملت بس معاكي هنا كوبايه، حابه بقى انت تزودي وتضاعفي كده جربي الاول في كوبايه وشوفي الجمال. خلاص هنا كده بعد ما خلصنا العيش وكنت بغطيه بفوطه زي ما قلت لكم طول ما انا بطلعه. وبصوا بقى الجمال والحلاوه بتاعت العيش، حكايه. شايفين الجمال؟ بصوا. اتمنى الفيديو عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان الجمال ده كله يوصل له. اسيبكم بقى في رعايه الله واقول لكم سلام.